أهلا بيكم من جديد. فيلمنا النهاردة بيحكي قصة واحد زعيم عصابة كبير، بس ساب العصابة واشتغل في شركة تأمين ونقل الأموال. يعني طول الوقت عايش في مغامرات وقصص ما بتخلصش. خليني ما أطولش عليكم ونبدأ على طول، بس الأول لازم تتأكدوا من الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وبالمرة اعملوا لايك وشير للفيديو علشان بجد الفيلم ده يستحق كل الدعم. بيبدأ فيلم النهاردة بعصابة بتقتحم عربية نقل أموال تابعة لشركة فوريتكو، وبتسرق كل الفلوس اللي فيها، وبتقتل السواق والحارس، وبتهرب بسرعة قبل البوليس ما يمسك حد منهم. وبعد فترة انهارت شركة أورانج دلتا لنقل وتأمين الأموال، فاضطر باتريك هيل بطل فيلمنا إنه يدور على شغل في شركة تانية، وفعلا راح قدم في شركة فوريتكو. وأول ما المدير شاف السي في بتاع باتريك أشاد بيه جدا، وكان فرحان إن شخص زيه هيشتغل معاهم، بس طبعا نبه عليه إن الشغل خطر لدرجة إن 2 من الموظفين بتوعه اتقتلوا. بس باتريك كان عارف طبعا المخاطر كويس جدا ووافق عليها، فوصله المدير بمسؤول الموظفين الجديد بوليت، وقال له إنه لازم الأول يعمل له اختبار لياقة وكمان في الرماية، لو نجح فيه بنسبة 70% يبقى مبروك عليه الوظيفة. وباتريك نجح بالعافية وجاب 70%، وده معناه إنه قبل في الوظيفة، وسلموا اليونيفورم بتاعه وعرفوا على زمايله في الشركة بوب وديف، وقال له من النهارده هنسميك اتش، وراح معاه وهو بيستلم سلاحه. ولسوء حظه كان اول مهمه ليه مع ديف اللي مش مستظرفه خالص، وفي الطريق قال له ان الحادثه اللي حصلت ومات فيها 2 من الشركه كان المفروض هو اللي طالعها، بس لحسن حظه كان عيان وما قدرش يطلع، فراح بداله الاتنين اللي ماتوا. سكته بوليت وشرح المهمة لإتش، وقال له انا وانت هنستلم 2 مليون دولار ونسلمهم لبنك، وديف هيفضل في العربية. وفعلا نزل معاه وعرفه كل الخطوات والإجراءات اللي المفروض يعملها. ومن أول خطوة بعد ما استلموا الفلوس بدأت مراقبة الشركة ليهم علشان يطمنوا إن الوضع سليم وأمان، وأخيرا رجعوا الشركة بسلام. وبعدها خرجوا كلهم وراحوا كازينو يتسلوا فيه، والحقيقة إن إتش ما كانش اجتماعي أبدا. وتاني يوم خرج في مهمة تاني مع ديف وبوليت، ونزل بوليت لوحده ودخل مركب كبيرة المفروض هيستلم منها 10,000 دولار، بس اتأخر جدا، ولما اتصل بيه ديف باللاسلكي ما ردش عليه. وبعد أكتر من محاولة رد عليهم واحد تاني وقال لهم لو عايزين تشوفوا زميلكوا تاني يبقى لازم تنفذوا أوامري. فقفل ديف وقال للإتش احنا لازم نهرب حالا، لأنهم أكيد مش خاطفينه علشان 10,000 دولار، لكن أكيد عايزين الفلوس اللي في العربية، ودول 2.5 مليون، ولما هيلاقونا مشينا أكيد هيسيبوه لأنهم مش هيقتلوه علشان 10,000 بس إتش كان هادي جدا وطلب من ديف إنه يهدى وما يتخلاش عن صاحبه، ولو ليه رأي تاني يسيب العربية ويمشي. وقال له إتش حتى لو خسرنا الفلوس كلها فدي مجرد فلوس أحسن ما نخسر صاحبنا. فاقتنع ديف بكلامه وكلمهم تاني واحد وطلب منهم يسوقوا العربية لحد المينا جوه، ولقوا عربية تانية واقفة مستنياهم فيها ناس متخفية ومسلحة ماسكين بوليت، ووقفت عربية تانية تبع العصابة وراهم، وطلب منهم المجرم ينزلوا كل الفلوس اللي معاهم ويحطوها في العربية اللي وراهم. بس ديف قال له أول ما هياخدوا الفلوس هيقتلونا، فقال له إتش ما تقلقش وسيبنا اتصرف، وبدأ يرمي شنط الفلوس في الأرض. فخرج سواق العربية وشال الشنطة من الأرض حدفها في العربية، وهنا إتش فاجئهم كلهم وطلع مسدسه وضربوا بيه، وقبل ما يفوق الباقي من المفاجأة كان قتلهم كلهم ما عدا واحد هرب في مخزن، فراح إتش وراه وقتله برضه. كل ده وديف وبوليت واقفين مذهولين من اللي شايفينه. ولما رجعوا الشركة طبعا كان في تحقيق كبير عن اللي حصل، وكل المحققين مستغربين ازاي إتش قدر يقتل 6 أشخاص من غير حتى أي خربوش، وخاصة إن درجاته في الاختبار ما كانتش بكفاءة عالية. فقال لهم لأني كنت في موقف يا إما أقتل أو أتقتل، وعلشان كده مخي اتصرف بالتركيز ده. وبعد التحقيق دخلوه لدكتور نفسي علشان يتأكد لو عنده اضطراب بعد الحادثة اللي اتعرض ليها، ومع إنه المفروض ياخد أجازة على الأقل شهر كامل، بس الدكتور قال للمدير تيري إن الأجازة تعتبر عقاب لواحد زي ده، وإحنا محتاجين واحد بالكفاءة دي في الشركة، فخليه يكمل شغله أفضل. والمفاجأة إن الاتنين المحققين جزء من العصابة واتعرفوا على إتش، وواضح إن في سابق معرفة بينهم، بس زعيمهم أمرهم إنهم يتظاهروا إنهم ما يعرفوش حاجة ويكملوا شغلهم بصورة طبيعية علشان ما يتكشفوش. وتاني يوم راح إتش شغله، والكل كان مبهور بيه وباللي عمله،
وازاي انقذ بوليت بمنتهى السهولة. وبعد 3 شهور وفي مهمة تانية لبوليت وإتش، هاجمهم مجموعة مسلحة وحدفت جوه العربية غاز مسيل للدموع وطلبت منهم يخرجوا، فبلغ بوليت الشركة بسرعة وخرج من بابه. أما إتش فخرج من الباب اللي ورا، وأول ما شاف واحد من العصابة أمر الكل إنه ينسحب ويهرب بسرعة، وما كانش تيري فاهم إيه اللي بيحصل أو ليه. وحكى بوليت لديف وقال له إن واحد من العصابة اترعب أول ما شاف إتش وكأنه شاف روح شريرة قدامه. في الوقت ده كان إتش في بيت داينا، وبعد ما نامت فتش بيتها ولقى صندوق مليان فلوس، فصحاها وهددها إما تقول له الحقيقة أو هيقتلها. ولما حست إنه بيتكلم بجد اعترفت له إنها لقيتهم في العربية فأخدتهم من غير ما حد يحس. فقال لها إتش أنا هصدقك، بس لو حسيت إنك مخبية عني حاجة هأذي كل أهلك لأن أعرفهم كلهم. وورلها صور لأبوها وأمها هو مصورهم بنفسه. وبنرجع بالأحداث لقبل 5 شهور، وإتش مع ابنه دوغي، واتصل بيه مايك الشخص من العصابة اللي شافه وهرب، وطلب منه يراقب عربية شركة فوريتيكو وأكد له إن الوضع أمان جدا. فاضطر إتش يوافق وياخد ابنه معاه لأنه أصلا رئيس العصابة، وساب ابنه في العربية وعمل نفسه نازل يجيب أكل، واتصل بمايك ونقل له وضع المكان بالظبط. وأول ما خرجت عربية الفلوس قال له على اتجاهها، بس بدأ الهجوم من عصابة مجهولة، وواحد من العصابة دي راح لدوغي وأمر إنه ينزل من العربية. ولما اتصل بأبوه يستنجد بيه لقاه مشغول في مكالمة تانية لأنه كان بيكلم مايك، واضطر ينزل ويستسلم. وقتلوا الراجل قبل ما يوصل له إتش، ولما شاف إتش جاي من بعيد ضربوا 6 رصاصات ووقع، بس لحسن حظه أنقذوه وفاق من الغيبوبة بعد 3 أسابيع. وقال له الدكتور إنه عمل 3 عمليات بس للأسف ما قدروش ينقذوا ابنه. خرج إتش من المستشفى بعد ما خف، واتهمته جيم مراته إنه هو السبب في موت ابنهم، وحس إتش فعلا بالذنب وقابل الرئيس الكبير وطلب منه يسيبه ينتقم لابنه، فوافق واداله كمان قايمة سودا بكل الأسماء اللي ليهم يد في الموضوع. وراح له كمان مايك ورجالته وأقسموا له إن ملهمش يد في الموضوع، وحاولوا كتير يوصلوه للجاني لكنهم معرفوش، فطلب منهم يدوروا أكتر وفعلا حاولوا بكل الطرق لحد ما وصل لواحد وهددوه بموت مراته. فقال لهم اسم الإخوة غاتشي، بس لما وصلوا لهم حسوا إنه مش هم اللي عملوا كده لكن في حد تاني. واتكلم مايك وقال له مش هنقدر نستمر كده، فاقتنع إتش وقال له أنا هسافر شوية هدي أعصابي. فطلعوا له جواز سفر باسم مزيف باتريك هيل من لندن، وبدل ما يسافر إتش اشتغل في شركة فوريتيكو لأنه حس إنه ممكن المجرم يكون من جوه الشركة، وبدأ يدور ورا كل الموظفين. وبكده نكون عرفنا السر ورا تصرفات إتش الغامضة واللي مش مفهومة. وفعلا طلع ظن إتش في محله، لأن أخيرا ظهر قاتل دوغي وكان اسمه جان، وكان قاعد مع رجالته وخططوا لسرقة عربية الأموال، وقال لهم إنه أحسن كتير من سرقة البيوت لأن لينا راجل من جوه الشركة هيساعدنا، ورفض يقول لهم هو مين. وفعلا سرقوا العربية بمنتهى السهولة، وبعدها خططوا لسرقة عربية تانية وهي عربية يوم الحادثة المشؤومة اللي مات فيها دوغي ابن إتش. وقعدوا على الطريق كأنهم عمال صيانة، وأول ما تبلغوا بوصول العربية قفلوا الطريق ونفذوا خطتهم وقتلوا الكل. ووقع إتش بعد ما شاف جان وعرف شكله. وبعد كل الوقت ده اجتمعوا تاني وحطوا خطة، بس مش لسرقة عربية زي كل مرة لكن لسرقة المخزن بكل اللي فيه، يعني أكتر من 150 مليون دولار. وحددوا الميعاد إنه بعد 8 أسابيع يوم الجمعة البيضاء. ولما الميعاد المحدد جه كان المخزن مليان على آخره بالفلوس. وحذر تيري كل الموظفين إنهم لو حسوا بأي حاجة غريبة يبلغوه فورا، وقال لهم أنا عاوز كل الفلوس وكل واحد فيكم يرجع سليم. وكالعادة طلع إتش مع بوليت، وفي الطريق قال له بوليت إنه عايز يعترف له بحاجة مهمة، وهي إن ليه مجموعة أصدقاء بيساعدهم ويساعدوه. وقال له تقدر تقول لي إن دخلتهم مجال عربيات نقل الفلوس وبقيت معاون داخلي ليهم. وكان إتش مش مصدق اللي بيسمعه وحب يتأكد قبل ما يتهور أو ياخد أي خطوة يندم عليها ويضيع فيها حياة إنسان بالغلط. بس للأسف بوليت أكد ظنون إتش وقال له أنا بقول لهم يسرقوا أي عربية من العربيات وبقول لهم كل المعلومات عنها، وإن أوقات بتحصل أخطاء زي موت الاتنين الموظفين والولد اللي كان في العربية، لكن في النهاية هم مجموعة ناجحة وبيحققوا أرباح كتير، وخصوصا إن أصحابه عندهم دقة عسكرية ومهارات مش موجودة عند ناس كتير. وطلب من إتش إنه يساعدهم ويسمح ليهم يدخلوا المخزن وبعدها يعمل
يعمل نفسه ما يعرفش حاجة ويستمتع بالجايزة والفلوس علشان ينفذوا خطتهم في سرقة المخزن ويقسمهم في الجايزة الكبيرة. والأهم من كده إنهم مش هيضطروا يقتلوه. ولما سألوا إتش عن ميعاد العملية فقال له النهاردة بالليل، وما كانش بوليت فاهم إنه قدم رقبته هو وصحابه لإتش على طبق من ذهب وحلوا له اللغز اللي ما كانش قادر ولا عارف يحله. بس مرة واحدة لقى بوليت وقفه في مكان ولقى حواليه ناس متخفية ومسلحة نزلوه، ودول كانوا أعضاء العصابة متجمعين ومستعدين لعمليتهم. وقالوا له لو سمعت الكلام هتعيش، لكن لو حاولت أي محاولة مش هنتردد ولا ثانية واحدة وهنقتلك. وأخدوا سلاح وركبوه تاني العربية وركبوا هم كمان من ورا، وفضلوا مستخبيين بس رافعين السلاح على إتش علشان ما يتكلمش. ودخلوا معاهم جوه الشركة وكانوا مخططين لكل حاجة كويس جدا وعاملين حسابهم. واستنوا لما كل العربيات دخلت وخرجوا هددوا الكل وخلوهم يرموا كل أسلحتهم. ولما حاول ديف يقاوم كانوا هيقتلوه لولا ان تيري أقنعه يرمي سلاحه ويسمع الكلام. وأخدوا بوليت كرهينة ودرع ليهم هددوا بيه الكل، إما يسمعوا كلامهم أو يقتلوا زميلهم. ولأن محدش كان يعرف إن بوليت تبع العصابة فكانوا بيصدقوهم وبيسمعوا كلامهم. حتى بوب مسؤول البوابة فتح لهم البوابة بسهولة لأنه خاف على بوليت. بس حراس البوابة حضروا سلاحهم ورفضوا يستسلموا واستخدموا رشاشاتهم. بس للأسف العصابة كانت لابسة بدل مضادة للرصاص وفلتت من ضرب النار ما عدا واحد بس، وقضى على حراس البوابة كلهم وموتوهم وفجروا البوابة كمان. ودخل زميلهم في العصابة بعربيته علشان يلم فيها شنط الفلوس. وكانت العصابة حاطة خطتها بالدقيقة والثانية وعاملين حساب إنه قدامهم 8 دقايق بس على وصول فرقة التدخل السريع. كل ده وإتش نايم على الأرض ومستسلم للوضع لحد ما سمع إن داينا وواحد تاني ضرب نار على العصابة فقتلوه. فاتحرك بوليت هو كمان وسحب البندقية من إيد المجرم اللي كان واقف مثبتهم وضربوا رصاصة في رجله وشدوا خنقوه وما سابهوش غير وهو ميت. وراح فك ايد تيري وديف. بس لما ديف حب يتحرك ويهاجم العصابة فخاف عليه تيري ومنعه وقال له ان الفلوس مش فلوسك والمسدس اللي انت ماسكه ده مش هيأثر معاهم وهيقتلوك بكل سهولة، فلازم تستنى معايا وصول القوات الخاصة والنجدة بدل ما تموت. وفي الأول سمع كلامه، لكن أول ما شاف واحد من العصابة ضربه بالرصاصة فرد عليه هو كمان برصاصة وقعته بس ما صابتهوش. وكان إتش لبس بدلة من بدل العصابة علشان يعرف يتعامل معاهم ويقضي عليهم من غير ما يحسوا إنه غريب عنهم. ولما شافوا ديف بالبدلة اتشجع وراح وراه، بس بوليت ضرب عليهم رصاص هما الاتنين ووقع إتش. والتاني مرة تيجي عينه في عين جان وهو في نفس الوضع. وخرج بوليت مع العصابة من غير ما يقفوا ووراهم عربيات الشرطة وطيارة الشرطة لحد ما وصلوا المكان اللي كانوا محددينه. بس زعيمهم كان مصاب وبدل ما جان يساعده قتلوا علشان ما يبقاش حمل عليهم. وبكده ما بقاش فاضل غير بوليت وجان، ونقلوا الفلوس زي ما كانوا مخططين بالظبط وركبوا دراجات لحد ما وصلوا للعربية اللي مجهزينها. فطلع جان مسدسه وقتل بيه بولت وقال له الفلوس من نصيبنا بس، واخد العربية ومشي. والشرطة والمراقبة ما قدرتش تتعرف على العربية ولا على جان، وقدر يهرب منهم بمنتهى السهولة ورجع بيته يحتفل. بس لقى تليفون بيرن في شنطة من شنط الفلوس اللي معاه، ولما طلعه علشان يرد لقى إتش قاعد وراه. وطلع إتش هو اللي حاطط التليفون علشان يقدر يحدد مكانهم، وقال له أنا مش جاي علشان الفلوس، واداله تقرير الطبيب الشرعي لوفاة دغي. وفعلا قراه جان وما كانش فاهم ايه علاقته بيه، بس لما قلب الصفحة شاف صورة دغي وافتكر منظر إتش وهو على الأرض. فسأله انت عايز ايه؟ فقال له انت ضربت ابني برصاصة في الكبد والقلب والرئتين والطحال، وانا جاي ارد لك كل اللي عملته فيه. وضربوا ال4 رصاصات في نفس الاماكن لحد ما مات. وراح بعدها لزعيم العصابة وقال له انا كده خلصت مهمتي واخدت حقي، وساب له كل الفلوس ومشي مع مايك.